موقع أسوسياسيون افيك اكسبات الدكتور وليد صافي، أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية في كلية الحقوق والعلوم السياسية. أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا أهلا فيك. استضافة. شكرا لك. أكيد المواضيع متنوعة بين التربوية وبين السياسية، ومنجرب نستفيد قد ما كان من الوقت. حنبلش اليوم من جنوب لبنان. نعم. بظل الظروف والضغوطات الراهنة قلبنا أكيد مع الجنوب، بظل كل اللي صار المستجدات الأمنية والسياسية، كيف يتحضر الجبل لاستقبال النازحين؟ بالطبع قضية الجنوب بالنسبة لأبناء الجبل هي قضية وطنية كبيرة، وما يربط الجنوب بالجبل هو تاريخ طويل من النضال الوطني. ويجب أن لا ننسى أمرا هاما أن الجبل في العام 1983 عندما واجه تحديات وجودية كبيرة قد تمكن من فتح طريق المقاومة إلى الجنوب. وبالتالي كما كان الجبل أو كما تحضر الجبل واستقبل في العام 2006 النازحين من الجنوب، يتحضر اليوم، ونأمل ألا تحصل أي تداعيات أو حرب واسعة تزيد من حدة نزوح أهالي الجنوب إلى الجبل وإلى غيره من المناطق. ولكن الجبل كما تعلمون أن الحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط والأستاذ تيمور جنبلاط رئيس الحزب اليوم أعطيا توجيهاتهما إلى الحزب بضرورة الاستعداد لاستقبال النازحين من أهل الجنوب إذا ما حصلت لا سمح الله حرب واسعة. وعلى كل الأحوال نزح بعض الجنوبيين حاليا إلى مناطق الجبل، وكان الجبل بكل أبنائه في جميع القرى التي استقبلت جنوبيين حتى الآن كانوا على الرحب والسعة، وهم يعتبرون مثل أبناء الجبل. كما قلت لك أن ما يربط الجبل بالجنوب هو طبعا هو هذا النضال الوطني الكبير من أجل أن يتحرر لبنان ويتحرر الجنوب بشكل خاص من أعباء الاحتلال ومن أعباء هذا العدوان الإسرائيلي الذي يشن على لبنان، وبالتالي لا يشن فقط على الجنوب وأهل الجنوب، إنما يستهدف لبنان برمته. ماذا عن المفاوضات لوقف إطلاق النار التي ترعاها قطر وبعض الدول العربية؟ كما تعلمين أن المفاوضات التي تجري اليوم تجري من خلال الخطة التي تقدم بها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في 27 أيار الماضي، وهذه الخطة تتضمن طبعا 3 مراحل. في البداية الخطة كان هناك تحفظ لحركة حماس عليها، لأن الخطة لم تلحظ بالأساس وقف الحرب في غزة، ولكن حماس تعاملت بمرونة مع هذا التحدي، وقبلت لاحقا بالضمانات التي قدمتها الإدارة الأمريكية وقطر والمصريين. هذه الضمانات شكلت تقدما بالمفاوضات، وتراجعت حماس نوعا ما عن هذا التحفظ. لكن المفاجأة كانت أن نتنياهو الذي وافقت حكومته ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي على هذه الخطة وأرسل الموافقة إلى الإدارة الأمريكية، عاد وطرح مجموعة شروط من شأنها إعاقة هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. والجميع يعلم أن الأمور اليوم متوقفة في الاجتماع الأخير الذي جرى في الدوحة، والاجتماع الذي جرى في الاثنين في الأمس في القاهرة. طبعا الإدارة الأمريكية تعرب عن أملها أن في تفكيك بعض العقبات الموجودة في الاتفاق، ولكن الشروط التي طرحها نتنياهو شروط عطلت حاليا الاتفاق. منها مثلا على سبيل المثال وضع 3 شروط عطلت الاتفاق، منها
على سبيل المثال الشرط الأول هو أن يستمر الوجود الإسرائيلي في محور بيت ساريم في وسط غزة، وذلك حتى يتمكن من طبعا يتمكن من مراقبة عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، ولكي يمنع عودة مسلحين من حماس. الشرط الثاني، وهذا لم يكن موجودا في الاتفاق الذي حصل في 27 أيار، الشرط الثاني الذي وضعه نتنياهو أيضا ويشكل عقبة أمام الاتفاق هو بقاء بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية الفلسطينية، الحدود التي تفصل بين مصر وقطاع غزة. وهذا المحور هو بعرض، كل يعلم أنه بعرض 14 كيلومتر. هذا الشرط لا تعارضه فقط حماس، إنما الحكومة المصرية تعارض بشدة هذا طبعا التواجد أو هذا الشرط الذي وضعه نتنياهو. في الأمس سمعنا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بعد اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي وبنتنياهو. في الأمس بلينكن نقل الكرة إلى ملعب حماس، وكأنه يغطي ما يفعله نتنياهو من الشروط التي وضعها، الشروط الأمنية التي وضعها لإعاقة الاتفاق. والجميع يعلم أن نتنياهو في الأساس لا يريد الصفقة ولا يريد وقف إطلاق النار ولا يريد وقف الحرب. لهذا لم نشهد تقدما ملحوظا في المفاوضات. صحيح، لذلك نرى كل ما حصل بعد التقدم في المفاوضات، نرى نتنياهو يضع على الطاولة أو يسحب من كمه كما يقال بعض الأرانب ويضع على الطاولة لإعاقة الاتفاق. والكل يعلم أن ما هو الهم الأساسي لنتنياهو اليوم هو الحفاظ على حكومته والبقاء على رأس السلطة، ولن يسلم نتنياهو رأسه لا للمعارضة الإسرائيلية ولا لأي مكون سياسي آخر في إسرائيل. وعلى كل الأحوال من يتابع الصحافة الإسرائيلية يرى بشكل واضح الانقسام الموجود. فالجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، الشباك، الموساد، هذه الأجهزة مع الجيش الإسرائيلي يؤيدون الصفقة، لأنهم يعلمون التحديات الموجودة حاليا أمام إسرائيل. لكن نتنياهو الهم الأساسي له هو البقاء بالسلطة، وهمه أن يجر المنطقة، أن يجر الأمريكيين ويجر كافة القوى في المنطقة إلى حرب واسعة. هذه هي سياسة نتنياهو، وهذا ما يعيق الاتفاق حتى اليوم. للأسف الأمس وكأن بلينكن نقل الكرة إلى ملعب حماس واعتبر أن نتنياهو قد قدم موافقته، لكن نتنياهو قدم موافقة في الأمس، موافقة مفخخة في الأمس، حين قال نوافق على خطة بايدن في 27 أيار، ولكن نصر على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه سيبقى في محور بتساريم وفي محور فيلادلفيا، ويعني ذلك أنه متمسك بإجراء آليات رقابة على انتقال الفلسطينيين، عودة الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمال غزة. وبالتالي يلعب نتنياهو بحسب رأيي لعبة كسب الوقت للحفاظ على هذا الائتلاف، ويتقاسم الأدوار إذا شئت بينه وبين سموتريتش وزير المالية وبن غفير وزير الأمن الداخلي. وهو يقال حسب الصحافة الإسرائيلية في هذين اليومين أنه يحاول أن يتوصل إلى تسوية ضمنية مع وزير المالية ووزير الأمن الداخلي، مفادها تسهيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لتحرير عدد من المحتجزين لدى حماس من النساء وكبار السن بحدود 35 محتجز. وبعدها ينقلب نتنياهو
وسموتريتش وبنغفير على الاتفاق ويجددون الحرب في غزة. هذا ما يجري حاليا للأسف في هذا الموضوع، وليست هناك آمال كبيرة معقودة أن تتوصل هذه الاجتماعات. يقال أن غدا هناك اجتماع لمسؤولي اللجان المفوضين في القاهرة، وهناك ربما تستمر هذه الاجتماعات ليومي الخميس والجمعة، ولكن الآمال حتى الآن ضعيفة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار. دكتور، لفتني مقال في جريدة الشرق الأوسط لمرشح حقيبة وزارة الدفاع في إيران يتكلم فيه عن قوة الردع لإيران، لدولة إيران. هل أصبحت دولة إيران كفة الميزان، وهل الحكم بيدها؟ بالطبع قرأت هذا الخبر اليوم في صحيفة الشرق الأوسط، وهو اليوم في البرلمان الإيراني يجري فحص السير الذاتية لوزراء حكومة الرئيس الإيراني. ووزير الدفاع أمس في مقابلته أو في نقاشه مع البرلمان الإيراني أعرب عن رؤية واضحة أن إيران تسعى إلى بناء قوة إقليمية وبناء قوة ردع فعالة، وأن الهم الأساسي لإيران هو الأمن الإيراني الذي اعتبره في مداخلته أنه خط أحمر. بالطبع من حق إيران أن تبني استراتيجية الردع كما تراها وكما تتوافق مع تطلعاتها أو مع رؤيتها ومع قدراتها. ولكن ما لفتني أيضا هو غياب فلسطين عن هذا النقاش. يعني الاستراتيجية تركز بشكل أساسي، أو رؤية الوزير تركز بشكل أساسي على الأمن الإيراني وتركز على قوة الردع الفعالة. وما لفتني أيضا هو اعتبار محور المقاومة جزءا من القوات المسلحة الإيرانية، وهذا أمر يدعو إلى التساؤل ماذا عن سيادة هذه الدول التي يوجد فيها حلفاء لإيران مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن، وكيف توفق إيران على سبيل المثال بين تصريحاتها التي تعتبر أن من حقها الرد على اغتيال إسماعيل هنية لأن هذا الاغتيال مس بالسيادة الإيرانية، فكيف توفق بين الحفاظ على سيادتها وبين المساس بسيادة الدول الأخرى؟ يعني هذا التصريح في الأمس لم يقم أي اعتبار لسيادة هذه الدول، وبالتالي هو يخالف كل اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ومن المعروف أن اللغة الدبلوماسية يجب أن تحترم على الأقل في الشكل سيادة هذه الدول. وما صدر في الأمس يحتاج إلى توضيح. أن صحيح أن الدول التي نتحدث عنها مثل سوريا العراق اليمن ولبنان لديها مشاكل كبيرة سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، ولكن بالنتيجة هي دول معترف بها وهي دول أعضاء في في هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي هذه الدول أيضا يجب أن تكون حريصة على سيادتها كما إيران تحرص على سيادتها. بالنتيجة أيضا تحدث الوزير في الأمس عن الرؤية الإيرانية للنظام العالمي الأحادي، حيث تتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار. وإذا عدت إلى النقاش وإلى ما نشر في الصحف اليوم، قد حل عمليا وزير الدفاع محل الشعوب المنطقة في خياراتها، علما أن شعوب المنطقة ليس هناك إعجاب كبير لا بالسياسة الأمريكية ولا بالنظام العالمي الحالي. النظام العالمي الحالي معطل عمليا، ولم تستطع الدول لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولم تستطع وقف حرب غزة
لا يوجد أحد منا معجب بهذا النظام ولا معجبين في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصا حيال القضية الفلسطينية. ولكن أن يتحدث باسم شعوب المنطقة أو باسم المنطقة، لا أعتقد أن شعوب المنطقة تريد نظاما عالميا، أو دول المنطقة نريد نظاما عالميا متعدد الأطراف لا تحكمه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نحن نريد نظاما كما أيضا فيه قيم تتوافق مع مصالحنا. القيم المطروحة من الجمهورية الإسلامية أو التي يطرحها وزير دفاع أو غيره ليست بالضرورة قيم تتوافق مع القيم التي تسعى إليها شعوب المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالحريات، بالإنسان، بحقوق الإنسان وبغيرها، وحتى بالصراع العربي الإسرائيلي. يعني هناك كمان يجب أن نلفت الانتباه إلى نقطة أساسية، أن المقاومة في الأساس، مقاومة الاحتلال في الأساس نشأت قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران وقبل قيام النظام الإسلامي في إيران. المقاومة نشأت في الجنوب اللبناني، وكان الزعيم الوطني الكبير كمال جنبلاط من أوائل الناس الذين اعترفوا بحق الفلسطينيين في المقاومة، بحق الفلسطينيين في الكفاح المسلح. وكان للشهيد كمال جنبلاط زيارات متعددة إلى الجنوب اللبناني، هو الذي أرسى مع الحركة الوطنية، مع اليسار الوطني، قيمة المقاومة الوطنية، المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. لا يجوز اليوم أن تصبح المقاومة مشروعا سياسيا يتناول سيادة الدول. تعرفين الموقف حاليا، نحن موقفنا واضح مع المقاومة ومع صد العدوان الإسرائيلي، ولكن يجب لاحقا يعني النقاش بعد انتخاب رئيس للجمهورية وبعد طبعا وقف الحرب وانتخاب رئيس جمهورية، يجب أن توضع على الطاولة مسألة الاستراتيجية الدفاعية، لأن ما من دولة تقبل أن تتنازل عن سياستها الدفاعية، لأنها هي جزء من سيادة الدولة ومن قرارها السيادي على على قرار الحرب والسلم. وبالتالي ما من دولة تستكمل مقوماتها إذا لم تتمكن من وضع يدها على قرار السلم والحرب. هذا شيء، وتأييدنا للمقاومة لتحرير الأراضي المحتلة شيء آخر. إذن أعتقد أن مسألة الاستراتيجية الدفاعية هي مسألة ملحة، ويجب أن تكون على الطاولة فور ما ننتهي من هذا العبء الكبير الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على لبنان. دكتور وليد صافي، نبع فكري لا ينضب، قراءاتك السياسية مرجع لنا جميعا ولا نشبع منها، وسيكون لنا محطات وعودة إلى قراءاتك السياسية في حلقات عديدة. الآن سننتقل إلى الملف التربوي. الجامعة اللبنانية جامعة الوطن، الجامعة الأم. من ينقذ طلاب وأساتذة هذه الجامعة، وما هي الاستراتيجية لإنقاذ الجامعة؟ سؤال جيد جدا دكتورة علا. التعليم العالي في لبنان يواجه تحديات كبيرة. قبل أن نتحدث عن التحديات التي تواجه الجامعة اللبنانية، التعليم العالي يواجه تحديات مرتبطة بالتحولات الكبيرة التي جرت في تحولات متعلقة بالثورة الرقمية، والتحولات المتعلقة بطبعا التحول نحو الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة. ولكن هناك تحديات داخلية أيضا نشأت بسبب السياسة التي اعتمدت، سياسة الانفلات في التوسع في الجامعات الخاصة، والتي بدأت في العام 96، حيث تحولت عند عدد كبير من هذه الجامعات الجديدة التي نشأت رسالة التعليم العالي تحولت إلى ما يشبه يعني العمل التجاري والعمل الربحي،
دون الأخذ بعين الاعتبار مضمون هذه الرسالة. إذن ما هي رسالة التعليم العالي؟ رسالة التعليم العالي أن تعمل على تلبية حاجات المجتمع. السؤال المطروح: هل هذه الجامعات لبت حاجات المجتمع اللبناني؟ حاجات تطور المجتمع اللبناني؟ هل لبت الحاجات المتعلقة بالتحولات التي جرت في الاختصاصات وفي أسواق العمل، سوق العمل اللبناني، أسواق البلدان الخليجية والأسواق الأخرى؟ هذا التحدي كان منتظر، يعني أن نتوصل إلى صياغة استراتيجية واضحة في هذا الموضوع منذ زمن بعيد. وزارة التربية الوطنية أعلنت عن استراتيجية، وأنا شاركت في نقاشها وفي التحضير لها. أعلنت عن استراتيجية للتعليم العالي، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ. نحن قمنا بالتعاون مع مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية والكنام لبنان وكنام فرنسا والجامعة اللبنانية في العام 2018، وحضرنا لمؤتمر حول علاقة التكنولوجيا بأسواق العمل. في هذا المؤتمر وضعنا 10 جامعات الأوائل في لبنان مع رجال مسؤولين في شركات كبرى تعمل في الشرق الأوسط، في الخليج العربي وفي شمال أفريقيا وطبعا في لبنان، لمناقشة تحديات الثورة التكنولوجية على أسواق العمل. يعني كانت المفاجأة في ذلك الوقت في العام 2018 أن المعطى المتعلق بالثورة التكنولوجية وطبعا تأثيرات الكبرى على أسواق العمل وعلى المناهج الجامعية لم تكن تؤخذ في عين الاعتبار بجدية في ذلك الوقت في العام 2018. نأمل اليوم أن تكون هذه الجامعات قد أعادت النظر وقد وضعت نصب أعينها أن إعادة النظر في المناهج الجامعية في ضوء التحولات التي تجري في الثورة الرقمية وفي ثورة التحول نحو الطاقة المتجددة، أن تعيد يعني صياغة هذه المناهج في ضوء التحديات المطروحة. فيما يتعلق بالجامعة اللبنانية، تواجه التحديات ذاتها، وتواجه تحدي كبير منذ الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان. واجهت الجامعة اللبنانية تحدي يعني انهيار موازنتها. عمليا موازنة الجامعة ما قبل الأزمة المالية كانت تشكل أكثر من 80% من موازنة الجامعة، كانت تصرف أو تنفق على الرواتب والأجور، والباقي لتشغيل المجمعات الجامعية وغيرها من نفقات إدارية. حاليا الجامعة تواجه تداعيات الأزمة، ولكن استطاع رئيس الجامعة اللبنانية الذي وجه له التحية في البروفيسور بسام بدران، استطاع بفضل سياسته الحكيمة وبفضل كفاءته أن يواجه بعض التحديات وأن يحصل من الدولة عبر حوار طويل مع مجلس النواب، مع الحكومة ومع الفعاليات السياسية، أن يحصل على حد أدنى من الموازنة المطلوبة حاليا. وقد أعاد النظر في العديد من المناهج المتعلقة بطبعا اختصاصات الماسترز واختصاصات الدكتوراه، وهو حسب ما فهمت منه في الجلسة الأخيرة التي تحدثنا فيها في هذا الموضوع، فهمت منه أنه سيطرح طبعا النقاش الجدي لإعادة النظر في كل المناهج، مناهج الاختصاصات التي تقوم بها الجامعة اللبنانية من أجل أن تتوافق هذه الاختصاصات مع أسواق العمل. وطبعا تصنيف الذي حصلت عليه الجامعة اللبنانية في الفترة الأخيرة هو تصنيف مشرف من حيث سمعتها، كانت من أوائل الجامعات من حيث السمعة في أسواق العمل، وهذه نقطة جدا مركزية.
تواجه الجامعة تحدي كبير يتعلق بتفريغ الأساتذة وبطبعا تعيين مجلس العمداء لمجلس الجامعة. هذين التحديين طبعا تواجههما الجامعة، وللأسف قد دخلا في التجاذبات الطائفية والتجاذبات المذهبية، علما أن ملف التفرغ يجب إخراجه من هذا التجاذب الطائفي ومن فكرة التوازنات والمحاصصات وغيرها. يجب أن يقوم يعني تفرغ الأساتذة من تعاقدت معه الجامعة اللبنانية أيا كان، مسلما كان أم مسيحيا، درزيا، سنيا، شيعيا، مارونيا، أيا كان، تعاقدت معه الجامعة اللبنانية وأمضى أكثر من سنة، سنتين وثلاثة في التعليم، أصبح له الحق أن يتفرغ في الجامعة اللبنانية بغض النظر عن انتمائه المذهبي والطائفي أو السياسي. ماذا يعني أن نخضع كل ما احتاجت الجامعة لتفرغ عدد من أساتذتها، أن نخضع هذا الاستحقاق للتوازنات الطائفية، أو نقعد نكيل من هون قديش في سنة، من هون قديش في شيعة، وقديش من هون في مسيحية، وقديش في هذا معيب بحق الجامعة، هذا معيب بحق الشباب اللبناني الذي يبحث، الذي ما زال حتى اليوم يؤمن بمسيرة الجامعة اللبنانية. هذه المسيرة تعلمين مسيرة الجامعة اللبنانية، وعلى فكرة النضال في قيام الكليات التطبيقية في الجامعة اللبنانية قاده المرحوم الشهيد كمال جنبلاط، وقد علم الشهيد كمال جنبلاط في كلية الحقوق والعلوم السياسية، وكان ذلك التزاما منه السياسي في قضية الجامعة اللبنانية. واستمر طبعا موقف الأستاذ وليد جنبلاط تجاه الجامعة اللبنانية، واليوم موقف الأستاذ تيمور رئيس حزب التقدم الاشتراكي مؤيدا وداعما لكل جامعة. وقد ذهبنا مع الأستاذ تيمور جنبلاط في أول زيارة رسمية بعد انتخابه إلى الجامعة اللبنانية، والتقينا الرئيس وبعض رئيس الجامعة وبعض العمداء، ووضع الأستاذ تيمور كل إمكانات الحزب بتصرف الجامعة. آن الأوان اليوم لإخراج الجامعة اللبنانية من ملف التجاذبات السياسية والطائفية، وأن نناقش على الطاولة، نضع على الطاولة رؤية جديدة للجامعة اللبنانية. ما تقوم به الجامعة حاليا، الجامعة اللبنانية حاليا تحاول أن تواجه التحديات الآنية، ولكن هناك تحديات مستقبلية تتعلق برؤية الجامعة، بدور الجامعة الوطني، بدور الجامعة في طبعا رد على متطلبات المجتمع اللبناني ومتطلبات الشباب اللبناني في أسواق العمل وغيرها. وطبعا هناك اتجاه جديد يعمل عليه رئيس الجامعة، ونحن كنا في اللقاء التقدمي لأساتذة الجامعة اللبنانية في العام 2016 قد ناقشنا رؤية للجامعة، وكانت في مقدمة هذه الرؤية أن تتحول الجامعة إلى جامعة منتجة. واليوم بدأ الرئيس في هذا الموضوع، حيث عقد يعني نوع من اتفاق، وأنشئ مصنع بين مؤسسة طلال أبو غزالي والجامعة اللبنانية على إنتاج الألواح الذكية، وهذه خطوة متقدمة تحسب لرئيس الجامعة. ويجب يعني في ضوء الأزمة المالية وتعقيداتها، وفي ضوء أزمة المالية العامة في لبنان، ليس من المتوقع أن نتوصل إلى يعني حل هذه الأزمة المالية وحل أزمة المالية العامة والعجز في مرحلة قصيرة، وربما نحتاج إلى سنوات بعد إقرار طبعا رؤية اقتصادية جديدة للبنان، وبعد إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره لمعالجة إعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني والخروج من هذه الأزمة. قد يحتاج الأمر إلى سنوات، لذلك يجب أن لا ننتظر هذه السنوات حتى نناقش رؤية جديدة للجامعة، وحتى نضع الجامعة
على يعني على مسلك أو على خط أن تكون جامعة منتجة ابتداء من اليوم. لأن باعتقادي، وقد شرحت ذلك لرئيس الجامعة عدة مرات، وقد ناقشنا ذلك في لقاء تقدم لأساتذة الجامعة اللبنانية، باعتقادي أن الأزمة المالية ستستمر لسنوات، ولن تتمكن الدولة اللبنانية حتى لو وجد من لديه إرادة سياسية أن يساعد الجامعة اللبنانية، لن تتمكن الدولة اللبنانية من تلبية كافة الاحتياجات المالية للجامعة. لذلك يجب أن تبحث الجامعة عن خياراتها الخاصة، ويجب أن تعيد الجامعة صياغة هيكلها الإداري. في عالم في القرن ال21 المركزية لم تعد خيارا يعني في إدارة المؤسسات الكبرى من الجامعة اللبنانية، حيث أن المفهوم المركزي لاقى نهايته. انتهى المفهوم المركزي في الإدارة في القطاع الخاص، وفي حتى الدول المتمسكة في مركزيتها مثل فرنسا ذهبت إلى أبعد الحدود في اللامركزية الإدارية. لا نستطيع أن نسير في عكس هذا التيار. يجب أن نعيد الهيكل الإداري، يجب أن نعيد النظر في الهيكل الإداري ونخفف قليلا من حدة المركزية الإدارية من أجل أن نتوصل إلى جامعة تستطيع أن تواجه تحديات العصر وأن تقدم الفرص للشباب اللبناني. وكما قلت لك أن اليوم عدد أو نسبة اللبنانيين الذين المؤمنين بالجامعة اللبنانية ما زالت نسبة عالية رغم كل التحديات. نحن خريجين الجامعة اللبنانية ونفتخر، ويبقى الهدف الأساسي حماية الطالب طالب الجامعة اللبنانية والخريجين الجدد والأساتذة الذين أفنوا عمرهم في هذه الجامعة. على الأقل علينا حمايتهم والوقوف إلى جانبهم نحو مجتمع أفضل، وأملنا بدولة جديدة متطورة مواكبة للتكنولوجيا تحضر شبابنا نحو الأفضل ونحو مستقبل واعد. شكرا لك. شكرا لاستضافتك. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا.